كافاني عندما يسجل مش بيسجل كده وخلاص، لا 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 لا، هدف يبقى في الذاكرة طويلا، هدف لا ينسى. إدينسون روبرتو كافاني جوميز، الصياد اللي هينتشل أهله من الفقر، أمل الأوروجواي في كأس العالم، ملك نابولي ومهدد عرش مارادونا، ماتادور باريس وبرجها التاني، المهاجم المتكامل، أفضل لاعبين جيله، من القلائل اللي قدروا يسجلوا بكل الطرق الممكنة. يوم 14 فبراير سنة 1987 في قارة أمريكا الجنوبية في الأوروجواي، وبالتحديد في مدينة سالتو، ويوم عيد الحب اتولد كافاني وسط أسرة فقيرة وبسيطة. والدته بيرتا جوميز كانت مجرد ربة منزل، والده لويس كافاني كان صياد عادي. كافاني كان الأخ الثالث لوالتر وكريستيان اللي لعب معاهم من صغره برغم فرق السن، ومن هنا اكتسب صلابته وقوته البدنية، واتولد حبه للكورة، وتعلم منهم ازاي يقضي وقته في الفرجة عليها أو لعبها في الشارع من عمر ال6 سنين، عشان بعد كده يتعلق بيها أكتر، وفي عمر 11 سنة يقص شعره زي باتيستوتا اللي كبر وهو شايفه بطله الأول وقدوته. ومع تشجيع والده اللي كان لاعب قديم ومتيم باللعبة وتدريبه وتحضيره من صغره، بصعوبة بدأ أول محطة ليه، وخرج من سالته المتواضعة للعاصمة مونتيفيديو، وانضم لنادي دانوبيو في عمر 13 سنة، وقضى في فريق الناشئين سنتين كانوا كافيين لتأسيسه وتحويله من لاعب وسط لمهاجم. وسريعا لاحظوا موهبته وبنيته القوية فصعدوا للفريق الأول سنة 2005، ولعب معاهم موسمين. في الأول لعب 15 مباراة قدر يسجل فيهم 7 أهداف، وفي التاني لعب نفس عدد المباريات وسجل 5 أهداف بس. لكن المميز في الوقت ده واللي خلاه يبدأ مسيرته الاحترافية هو اختياره للعب مع منتخب أوروجواي تحت 20 سنة في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب سنة 2007. لعب كافاني بطولة مرعبة بالنسبة لسنه، وسجل ماتش ورا التاني لحد ما وصل ل7 أهداف في ال9 مباريات، وأهدى لبلده المركز الثالث وأهلهم لبطولة العالم تحت 20 سنة. كل ده لفت الأنظار خارج الأوروجواي، وبالأخص العيون الإيطالية يوفنتوس والميلان. لكن بيظهر باليرمو وبيخلق حالة من الصدمة، وبيعلن رئيسه ماوريتسيو في 29 يناير 2007 التعاقد مع أهم موهبة أوروجوانية مقابل 4.5 مليون يورو، وده كان أكبر رقم يدخل خزينة دانوبيو.